جماعة بالنسبة لك هذا النسوان حكاية شنو؟ جاتني رسالة بالواتساب هسه أكنه جايتكم لكن داير أتكلم بيه. لا بقول بيه زول يتعزم له استراحة بالرياض، فشل بنته عمرها 5 سنوات صغيرة. البنت درت إنه ماشي استراحة، جابت اللبس بتاع السباحة والمعارف. قال بعد ما خلصت عزيمتهم قال دار يرجع البيت. قال لي بنته يلا يا بنت نمشي للبيت. قالت البنت داير أسبح وما عارفة شنو، فرفض أبوه قال لي أمشي وغصبه ومشيت. ركبت معاه بقى زعل، قال زعلانة. المهم ماشيين بالطريق صادفته نقطة تفتيش. كان الوقت كأنه قال الساعة 12 بالليل. قال أول ما وصلنا نقطة التفتيش البت فتحت الشباك طوالي وبقت نادي للشرطي، يا شرطي يا شرطي الزول ده خاطفني. فجت الشرطة نزلت قال دقني بك الأبشاط وسطرني وفقع عليه وجهي. البت منو؟ قال لي يا جماعة والله البت بنتي، ويسألوه قالت لا ده خاطفني. المهم جابوه ابوها قال نمشي للبيت نسألها، فجابوا الابو للبيت قال يا بنت عارفه الزول ده منو؟ قالت لا ما عارفه. ما بيصير لي؟ قالت لا ما بيصير لي. يا احدى البيت. امك وين يا بنت؟ قالت لا امي بالاستراحه، طلعت الساعه 6 مشان تكرم وكب الزباين، فجاني الزول ده خطفني وانا معاه من الساعه 6 المغرب. فكوره كانت بحياه ابوها. المهم لما جاء العسكري قالت له الزول ده وين؟ قال منو؟ قالت الزول اللي خطفني ده. ليه الزول ده هسه دار نذبحه نقطعه نوديه للمقبره. فالبنت اما سمعت الكلام ده خافت على ابوها وقالت لهم يا جماعه، قالت لا انا والله احلف لكم على المصحف ده ابويا، لكن الزول ده بيكذب وما خلاني اسبح بين المسبح، فعشان كده انا سويت بيه المقلب ده. القصه ده جاتني بالواتساب بصوت البت مقطع وبصوت الابو مقطع. البت دي تحفه حاجه ثانيه عجيبه عجيبه، الله يصلحها ان شاء الله. ما شاء الله يعني 5 سنوات وطالع معاه كده النسوان من بدري دي. المقرود الداري الزوج ده انه بيتكورك بحياة زول. معقولة مشان مسبح البنت الصغيرة دي تحبك ليها قصة نفس القصة دي، وطلعت الساعة 6 ومن الساعة 6 معاه وما عارف شنو. ده صحيح كيف يكون عفن والله العظيم. لكن البنت دي مو استقبلها بها الاخراج، ما الاخراج بكتبت القصص ده بيصلح لكم افلام عجيبة. الصحة والعافية نصيحة لكم، النسوان دايرة تمشي السوق يوديها السوق من دون أسئلة، والبزور دايرة تمشي مسبح يودون مسبح، ما تعملوا لنا أفلام وكركر.